السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في فيديو جديد من مطبخ سام صبحي. يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هعمل مربى الفراولة بطريقة حلوة جدا، طريقة مميزة. لو أول مرة تشوفوا قناتي انتوا زر الاشتراك وفعل الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وألاقيكم في الكومنتات. وما تنسونيش في اللايك، ويلا بينا نشوف الطريقة على طول. هنسمي الله. واول حاجه معايا كيلو من الفراوله، منضفاه وغسلاه كويس جدا. هنزل عليه بقى بنص كيلو من السكر، وهقلبه كويس جدا، وهسيبه ليله كامله في التلاجة. دي الفراوله بعد ما باتت ليله في التلاجة هتبقى بالشكل دوت. دلوقتي هبتدي اشتغل في المربى. معايا بقى طاسه على النار او حله، هنزل عليها بالفراوله. انا بقى مشغله البوتاجاز على نار هاديه على المربى، وهنشيل الريم ده اول باول عشان المربى بتاعتنا ما تفسدش. لما نيجي نحفظها في التلاجة تفضل زي ما هي لحد اخر معلقه فيها. الريم ده بيفسد لنا المربى. هشيله بالشكل دوت. بصوا يا جماعه المربى ابتدت تتقل، وبرده في ريم برده بشيله. انا حاطه تحت الطاسه او الحله بتاعتي، بحط تحتيها شياطه عشان المربى ما تلزقش وتطلع معايا كويسه. وانا شغاله في المربى كده هقول لكم بقى على معلومه ظريفه كده. لو انت حابه تحتفظي بالمربى للمدارس وعايزه تعملي كميه، دلوقتي الفراوله رخيصه جدا يا جماعه ب10 جنيه. هنجيب بقى الكميه اللي احنا عاوزينها نحتفظ بيها في اكياس في الفريزر. ساعه الاستخدام المدارس تيجي تطلعي بقى الكيس وتستعملي كده في السندوتشات وتدخليها تاني الفريزر. هتقعد معاكي مده كبيره جدا. بعد ما المربى تقلت معايا يا جماعه بالشكل دوت، بصوا مفيش اي ريم خالص، وانا حاطه المربى بتاعتي على شياطه وهديه النار عليها. هبتدي بقى استعمل، هاخد كده رشه من ملح الليمون هرشها على المربى وهطفي عليها. المربى تقلت معايا يا جماعه. لو حباها قطع بتسيبها زي ما هي، حبيتيها كريمي هاخد المربى بتاعتي بعد ما تهدى شويه هاخدها على الخلاط وهديها ضربه بسيطه، وبعد كده هعبيها في البرطمانات بتاعتي. هتبقى بالشكل دوت. بعد ما ضربتها مربى تحفه يا جماعه، ناجحه معاكي من اول مره. كريمي، وزي ما قلت لك لو حباها قطع برضه هتبقى تحفه. يا رب اكون افدتكم. الفيديو عجبكم، ما تنسوش في اللايك والشير. مع السلامه.